السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم الكروكي بكميه كبيره. راح يجيكم بزاف خفيف ويجيكم مقرمش من اروع ما يكون. تبعوا معي الوصفه هكذا باش تكتشفوا المقادير وطريقه التحضير. شوفوا كيفاش يجي روعه. اول حاجه راح نجيب وعاء ندير فيه 6 حبات نتاع البيض. انا البيض نتاعي كان صغير. زيدوا معاه مبيض والصفار خلوه باش تدهنوا الكروكي من بعد. زدت على البيض كأسين من السكر العادي ورشة تاع الملح. حجم الكاس 220 مليلتر. راح نخلط مليح البنات حتى يولي الخليط نتاعي لونه أبيض والسكر يذوب تماما. وهذا هو، شوفوا لون الخليط كيفاش تبدل. نجي هنايا نضيف كأسين أيضا تاع الزيت، نكيلو بنفس الكأس دفعة واحدة. بعد ما نضيف الزيت رايحة هنايا نخلط مليح. ضروري تخلطوا واحد 2 دقائق. ابقاو خلطوا مليح حتى يدخل هذاك الزيت في الخليط. نجي هنايا ندير مغرف وشويه تاع لافاني. تقدروا تروحوا حتى ل2 مغارف كبار. انا ما كانتش عندي كميه كبيره، درت مغرف وشويه. ونجي نزيد نعطر الكروكي تاعي بمغرف صغيره تاع مبشور الليمون اللي راح يزيد له واحد النكهه بزاف هايله. وما تخافوش هنا يجيكم كاصح، لا يجيكم الجو بزاف هايل. الان رايحه نضيف الفارينه. بالنسبه للفارينه نستعمل كيلو تاع الفارينه وكاس، كيلو وكاس تاع 220 مليلتر. نبدا نضيف الفارينه، من بعد ندير كيسين خميره الحلويات. وزن كل كيس 10 غرام، اي 20 غرام تاع خميره الحلوى. ونبدا نلم. انا في الاول بديت نلم بالفوين. هنا البنات اللي تحب تخلص بالخف تستعمل الخلاط الكهربائي. نبقى نضيف في الفارينه. القوام تاع العجينه اللي راح نتحصلوا عليه راح يكون عجينه طريه شويه على العجينه تاع الصابلي، يعني تجي تتلاصق شويه في اليد. كما قلت لكم في البدايه تاع الفيديو، هذا الكروكي يجي بزاف خفيف ويجيكم مقرمش وبزاف بنين. هنايا توقف من استعمال الفوي وراح نبقى يعني نكمل نلم بيدي. نلم حتى نتحصلوا على عجينه طريه. انا رايحه نبقى نضيف الفارينه واللم. فوالا هذه هي البنات العجينه. شوفوا عجينه طريه. جيت هنايا فقط تحدف لي المقطع. شدوا العجينه تاعكم قسموها الى 6 قطع، وكل قطعه حلوها على شكل حربوش في السنيوه تاعكم. دهنوها بالزيت ولا ديروا لها بابي دو كويسون، ورقه طهي. بعد ما تكملوا تحلوهم دهنوهم بصفار حبه تاع البيض مع مغرف كبيره تاع الحليب ومغرف صغيره تاع الكاكاو. خلطوهم مليح ودهنوا بهم الكروكي تاعكم. نطراسيوهم بالشوكه بهذه الطريقه. بعد ما نكمل رايحه ندخل الكروكي تاعي للفرن على 200 درجه، نطيبه من تحت من بعد نشعل عليه من فوق.
شوفوا هنايا بعد ما طيبت الكروكي تاعي خليته برد، ومن بعد جيت هنايا نقطعو بهذا السكين الصغير. قطعوه بسكين صغير باش تجيكم الخدمه سهله. انا هنايا البنات رايحه نحمرو على الحواف. لما تحمروا على الحواف راح يعطيكم واحد القرمشه بزاف هايله. شوفوا كيفاش جا روعه. رايحه نقلبوا على الحواف وندخلوا الفرن، نعاود نطيبوا غير من فوق، يعني الفرن يكون شاعل من فوق، نحمروا من فوق، نعاود نرجع لكم. وكانت هذه الوصفه نتاعنا لنهار اليوم، كروكي. شوفوا قطع لي كميه كبيره، جا من اروع ما يكون، جا خفيف، جا مقرمش بزاف هايل. نتمنى تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. شوفوا نقسم معكم حبه كيفاش جا. انا الان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.